السلام عليكم. وقفت قدام المرايه قبل كده وقعدت تبص لنفسك بهدوء من غير ما تعمل اي حاجه، وقعدت تدور بعينيك عن الحاجات الجميله جوه وشك. ابتسمت المرايه عشان تشوف شكلك امور ولا مجنون. رسمت ملامح الغضب عشان تشوف نفسك خطر. الله طب ما تخافش، انت مش مجنون، انت ممكن تكون نرجسي. ممكن هتقول لي انا مش نرجسي يا عم، انا اصلا ما بحبش نفسي. يا ابني مين قال لك ان النرجسي ده بيحب نفسه؟ انت واخد الموضوع من على وش القفص. ديب بايدك لتحت وامسك معاه الشخصيه كده، يا تمد ايدك ما تخافش. بتفكر في ايه؟ الشخص النرجسي ده مش شرط يكون بيحب نفسه، بالعكس ممكن يكون صريح مع نفسه وعارف عيوبه كويس. النرجسي بيحب صورته، انعكاسه في مرايه الحياه. خليني اقول لك الاول اصل كلمه نرجسي دي ايه. في اسطوره يونانيه بتقول كان في واد يوناني امور ابيضاني شعره اصفر ناعم وعيونه زرقاء. انت عارف اليونانيين حلوين. كان مغرور وفيه صفات اكيد انت شفتها في كذا حد قبل كده. لو حد اتقرب منه يصيبه الغرور ويبعد عنه. كان ليه اصحاب واحباب بس مش بيحاولوا يتقربوا منه. عارف انت النوع ده من الناس. المهم يا سيدي الواد ده في يوم من الايام راح يشرب من البحيره، وفي اليوم ده الجو كان صافي وجميل، فشاف انعكاس وشه على الميه، اعجب بصورته جدا. فضل يبص لاعجاب صورته باعجاب شديد لحد ما في لحظه تمساح طلع له من تحت الميه، طبق على وشه الجميل ده فكه لحد ما التربه اتشربت بدمه ونبتت منها زهره جميله. سموا الزهره دي على اسمه، زهره النرجس. من الاسطوره دي طلع المفهوم النفسي النرجسيه. قد ايه حبك لصورتك زياده عن اللزوم ممكن يكون سبب في دمارك، حتى لو كان الثمن في النهايه زهرة جميلة. النرجسي عنده إعجاب مفرط بصورته أكتر من ذاته، مركز قوي مع شكله قدام الناس. ممكن تلاقيه متفوق في دراسته ومتميز في عمله، بس علشان متخيل اللحظة اللي ينجح فيها وكل العيون تبص عليه. طب وهو ده وحش؟ لا طبعا، ده جانب إيجابي من النرجسية. بس لو ما وصلش للهدف ده هيحصل إيه؟ ده واحد هدفه صورته وتعب وكافح علشان صورته وفي الاخر يفشل، هيعمل ايه بقى؟ وسع كده، وسع، خد دي في وشك. يمكن مش هيعترف نفسه ان هو فشل، ولو كان ولابد هيقول ان الفشل ده بسبب اي حاجه تانية غير نفسه. ما هو صورته الذهنيه عن نفسه مثاليه جدا، مش واقعيه نهائي. مش هيتقبل اي نقد لصورته الذهنيه، وعشان مش بيتقبل اي نقد مش بيهتم بالناس ولا بآرائهم ولا بمشاعرهم ولا بيتعاطف معاهم. انا مش عايز من الناس غير ان هم يعجبوا بيا من بعيد لبعيد كده، يبقوا هيموتوا ويكلموني ولا يتقربوا بس مني، بس انا فوق صعب عليهم. ده واحد بيعبد صورة نفسه، مش محتاج منك انك تحبه، ان شاء الله عنك ما حبيته، هو عايزك بس تسقف له. النرجسي شايف نفسه دايما صح، دايما فاهم، دايما مظلوم، ولو واجهته بحقيقته مش هيصدقك، هيقول عليك حاسد وغيور مش فاهم قيمته. خد بقى المفاجأة دي، النرجسي مش واثق في نفسه. تخيل. في كتاب إعادة النظر في النرجسية للدكتور كريك مالكن The Thinking Narcissism بيقول جملة غريبة جدا: Narcissism isn't the same as self-love, it is a lack of it. بالفلاحي كده بيقول لنا ان النرجسيه مش حب النفس، دي غياب حب النفس. انت بتقول ايه يا عم؟ انت بقى النرجسي ما عندوش حب لنفسه؟ ما انا بقول لك هو بيحب صوره نفسه. النرجسي من جوه فاضي بس عامل ديكور جامد من بره، عشان كده شايف نفسه مظلوم ومتقدر اقل من الناس. طب النرجسي نظامه ايه في العلاقات؟ ده الخطر الحقيقي. خد عندك، في الاول بيكون حنين وكلامه حلو واهتمامه مبالغ، وهوب دبل كيك الشخصيه بتتشقلب. ده واحد واخد على ان الناس هي اللي معجبه بيه، فلما يعجب بحد ويفضل مرتبط بيه شويه الزهوه بتاعت الارتباط بيه بتروح وشخصيته بترجع تنتقم. ده انا نرجسي، المفروض انت اللي تجري ورايا مش انا اللي اجري وراه. وانتقامه فعلا مؤذي، لانه انتقام نفسي، بيتحكم فيك، بيقلل منك، بيزرع فيك الاحساس بالذنب، بيخليك طول الوقت تشك في نفسك. كل ده وهو سايب ايده، مش هتحس بيه نهائي. هيخليك تشوف عيوب شخصيتك، هيخليك مسجون جوه ذنوبك، متكتف بغلطاتك، هيخليك دايما بتبرر وبتعتذر وبتلوم روحك، هيخليك تصدق انك قليل. يخرب بيتك، انت جايب القوه دي منين؟ من حبه لنفسه، اقصد من حبه لصوره نفسه. اللي بيحب نفسه مش نرجسي زي ما قلنا، بالعكس حب النفس ده شيء صحي، في احترام، في حدود، في اعتراف بالغلط. انما حب صورة النفس فيه تضخيم، فيه كذب عن النفس، فيه استغلال للناس. طب نعمل ايه مع النرجسي؟ ما تعملش حاجة، ابعد عنه. صدقني والله زي ما بقول لك، من الاخر لو تيقنت ان الشخص ده نرجسي ابعد عنه، ما تحاولش تعالجه، لانه ببساطه مش هيتعالج لا على ايدك ولا على ايد غيرك. علاجه في الزمن، الظروف والاحداث الحياتيه، يا اما هتعالجه يا اما هتضخم عنده النرجسيه. من الاخر خلينا واقعيين، انت مش هتعرف تعمل حاجه، ومش هقول لك واجهه لان النرجسي ما بيحبش المواجهه، وهيواجهك هو وهيغلبك. اخرك تحط له حدود واضحه وما تستناش منه تعاطف وما تحاولش تصلحه. وقبل ما انهي الفيديو
عايز اقول كلمه مهمه: اسوأ انواع الشخصيه النرجسيه اللي بيتهم غيره بانه نرجسي. فما ترميش تهمه النرجسيه دي على اي حد مش على مزاجك، لان ممكن تكون انت النرجسي. واول حاجه تثبت بقى انك مش نرجسي انك تعمل لي لايك وشير وسبسكرايب، وما تنساش تتابعني على فيسبوك وانستجرام وتيك توك ويوتيوب. دور هناك على مصطبه ابو علي، هتلاقيني قاعد مستنيك. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.